وأنا معهم وموجود في وسطهم وأكلمك من ميدان التحرير، يشعرون أن لهم مطالب كثيرة، الدستور وتعديلات الدستور يشعرون أنهم لم يستجاب لهم، حتى الآن لا أحد يستمع لهم بدليل أن الإنترنت مغلق إلى الآن. هذا لا ينفع ولا ينبغي أن يكون في هذا التوقيت الحرج، ينبغي أن يستمع لغالبية الشعب المصري اللي هم شباب. احنا محتاجين نثمن مجهود الشباب اللي خرج في هذه المظاهرات، محتاجين في نفس الوقت نقول يعني شيء من الانضباط والتروي، محتاجين ان احنا نشكر القوات المسلحة اللي عهدنا بها دايما انها بتحفظ امننا، محتاجين ان احنا نقول لكل الناس افتكروا كويس جدا ان ربنا كان مأمننا في هذا الوطن عمر طويل قوي، وعمرنا ما شكرنا نعمة الامن لله دي. كنا بنعتبر انه شيء عادي ان احنا بننام بالليل وبنصحى الصبح ونمشي الشوارع في اي وقت، فربنا بعت لنا رسالة عشان نشكره ونقول له لك الحمد والشكر ان احنا بنعيش في امان، محتاجين نحافظ على هذا الامان. ببعت رساله زي ما بعتها استاذنا الشيخ محمد حسان الى الذين يروعون الامنين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يروعن احدكم اخاه لا جدا ولا مازحا. ابعاد احمد عز يعني معناها ان اعتراف من الحكومه ضمنيا بالسلبيات اللي حصلت في الانتخابات اللي فاتت، باعتباره هو الذي ادارها يعني يا استاذ عادل. هو ادارها طبعا ادارها بطريقه سخيفه جدا، يعني مش معقول يعني ان يبقى في برلمان من غير معارضه، ما فيش برلمان في العالم من غير معارضه، يعني ادارها بطريقه وكانه بيدير مصنع عنده او بيدير الشركه عنده. لا 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 لا. طب استاذ عادل الحاجه الثانيه اتفضل. ان انا دايما يعني حتى انا في افلامي بدافع عن الفقراء والمهمشين، الناس اللي طلعوا، بعض الناس البسطاء، الناس اللي ما لهمش يعني الشباب اولا حضرتك ملوش منافذ يعبر بها عن نفسه، لا في مجلس الشعب ولا في اي قناه من القنوات السياسيه او الاجتماعيه اللي موجوده، فده برضو لابد ان احنا نحط ده في اعتبارنا. كمان شبان العشوائيات، انا تنبهت الحكايه دي ان العشوائيات دي خطر جدا، ولابد من ان احنا تطوير هذه العشوائيات والاهتمام بالفقراء، ده مهم جدا. أوجه له رسالة من قلب ميدان التحرير، من قلب الحدث، وأقول لهم أيها الأطهار، أيها الأخيار، أيها الأبرار، بلدكم هي مصر. احذروا أولئك المندسين الذين اندسوا في الصفوف لقطف ثمرة هذا العمل المبارك الكريم. احذروا أولئك اللصوص الذين يريدون أن يتسلقوا على دمائكم ويتسلقوا على عملكم المبارك. احذروا هؤلاء، بل لا أقول لكم ذلك فحسب، وإنما أقول اظهروا هوية هؤلاء ليعلم العالم كله أن شباب مصر شباب شريف، شباب تقي، شباب ذكي، ما خرج إلا المطالبة بحقوق عادلة مشروعة، ولا يوجد بينه أبدا لص ولا سارق ولا مخرب ولا مدمر، لأنني أعلم أنكم أحرص الناس على أمن هذا البلد وعلى استقراره. قلوبنا تحترق على آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأطفالنا الذين يبكون من شدة الفزع والخوف.